واش عمرك تخيل أن وجوه كانت كتحكم في المشهد السياسي واليوم كتحضر قدام المحققين باش تجاوب على شبهات خطيرة؟ كتحل عينيك فجأة، كتفتح الأخبار وكتجمد في بلاصتك وتلقى العنوان اللي كيزلزل الثقة: استدعاء منتخبين كبار للتحقيق في ملفات الفساد العقاري والمالي. ماشي إشاعة، ماشي تضخيم إعلامي، هادشي واقع كيعيشو المغرب دابا. مرحبا بك في مرحلة المحاسبة، accountability era. ولكن السؤال الكبير هو: واش هاد الاستدعاءات بداية تطهير حقيقي ولا غير تحرك محدود ما غاديش يوصل للجذور؟ القصة أكبر مما كيبان. تلاعب في صفقات عقارية، تهرب ضريبي، استعمال النفوذ في المنعش العقاري والبنوك، وتبييض أموال عبر شركات واجهة شيل كومبانيز. سمات السياسة والتسيير المحلي كانت هادئة لسنوات، لكن تحت السطح كانت كتخدم شبكات معقدة. واليوم الملفات كتحل، الاستدعاءات كتوصل، والتحقيقات كتمشي حتى الأسماء كانت محصنة بالمناصب والولاءات. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحمد ياسين وهذه قناة إيفوفيت ريال توك. اليوم المغرب داخل مرحلة جديدة في محاربة الفساد، اعتماد مقاربة الربط بين السلطة والمسؤولية، وتعاون قوي بين القضاء وأجهزة Financial Intelligence. المرحلة الأولى التشخيص Diagnostic. أول مؤشر استدعاءات متزامنة لرؤساء جماعات وبرلمانيين سابقين. ثاني مؤشر فتح ملفات صفقات عقارية ضخمة كانت تمر بتراخيص مشبوهة. ثالث مؤشر تتبع تحويلات مالية وحجز ممتلكات ذات مصدر غير مبرر. وهنا كنطرحوا السؤال الكبير: واش هاد الشخصيات كانت خارج أي محاسبة ولا الدولة كانت كتجمع الأدلة خطوة بخطوة باش تضرب بقوة؟ السبب الأول تتبع الأموال Money Tracking. التحقيقات بدات من المسار المالي، تحليل الحسابات البنكية، تفكيك الشركات الوهمية، وفضح شبكات ماني لاندرينج. ضرب المال هو أسرع طريق لتفكيك شبكات الفساد. السبب الثاني الصفقات العقارية المشبوهة، أراضي عمومية، تحولات لعقارات خاصة، تفويتات بأثمنة بخصة، رخص بناء استثنائية. ووسط هاد العمليات كانت أسماء سياسية كتوقع وتصادق. السبب الثالث الإرادة السياسية. الرسالة واضحة: ما بقى حد محصن، لا منتخب، لا مسؤول سابق، ولا صاحب نفوذ. القانون ولا كيطبق فعلا على الجميع، rule of law. ولكن رغم هاد الخطوات القوية كاين خوف حقيقي عند الناس. واش هاد التحقيقات غادي توصل للأحكام النهائية ولا غادي تبقى ملفات معلقة حتى يبرد الغضب الشعبي؟ في الجهة الأخرى كاين أمل: محاسبة علنية، استرجاع ممتلكات، وبداية استرجاع الثقة في دولة القانون والمؤسسات. لأن محاربة الفساد ماشي حملة عابرة، هي معركة طويلة النفس باش نحميو التنمية ونبنيو مغرب نقي من الاستغلال. وفي النهاية المغرب اليوم واقف قدام مفترق طرق: إما هاد المرحلة تكون بداية نهاية الفساد العقاري والمالي، أو تكون فرصة ضيعة تزيد تتبعها سنوات ديال الصمت. والسؤال الأخير: واش هاد الاستدعاءات غادي تحول لمحاكمات حقيقية ولا غير مشهد جديد في مسلسل الانتظار؟ شكرا على المشاهدة، وإلا عجبك هذا الفيديو اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وشارك الفيديو مع أصحابك باش الوعي ينتشر. وإلى اللقاء.